ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم مرتل القرآن ترتيلا. نذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال في موضع آخر صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كما نذكركم أعزائي المشاهدين بأننا نستقبل تلاواتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة طيلة مدة البرنامج أو على حساب شبكة سلام الفضائية في منصات التواصل الاجتماعي. فمرحبا بكم. كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية ووقف بنا المسير في تفسير سورة الهمزة، وها نحن في هذا اليوم نشرع في تفسير سورة الفيل من جزء عامة. وسورة الفيل بالمناسبة هي سورة مكية، وعدد آياتها 5 آيات، ونشرع في قراءتها ثم نقوم بشرح بعض الكلمات ثم نختم ببعض الفوائد والتطبيقات الحياتية من هذه السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. نزلت هذه السورة أو حدثت هذه الواقعة في عام وسمي عام باسمها، وهو عام الفيل، وهو العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ومدار القصة أن أبرهة الحبشي أراد أن يتقرب إلى ملك الحبشة حينما كان في اليمن، حينما كان أبرهة في اليمن، لأنه أبرهة غزا اليمن وقتل ملكها، فغضب منه ملك الحبشة، فأراد أن يتقرب له يعني أبرهة، فقام ببناء كعبة، وأراد أن يتوجه الناس من الطواف حول البيت في مكة إلى الطواف حول البيت المزعوم في اليمن. فرح ملك الحبشة بهذا القربان الذي قربه أبرهة الحبشي له، فما كان إلا من بعض صبيان فتيان مكة إلا أن غضبوا، وذلك لأن مكة وقداسة الكعبة لديهم في نفوسهم وفي منزلتهم بين العرب هي منزلة السيادة. فقام بعض فتيانهم وتوجهوا إلى اليمن وقاموا بحرق بعض أجزاء من هذه الكعبة المزعومة في اليمن ليلا، فما استيقظ القوم إلا وقد احترقت كعبتهم المزعومة في اليمن.
فغضب واستشاط غضبا أبرهة الحبشي وعزم على المسير إلى الكعبة وإلى مكة، وذلك لهدمها حجرا حجرا. فما كان منه إلا أن جهز جيشا عرمرما عظيما في مقدمته فيلا يسمى محمودا، وبعض أهل السير قالوا بأنه كان فيلا واحدا، وقالوا بعضهم بأنه كان 4، وقال بعضهم بأنه كان 8. وعلى كل حال فالعبرة بوجود هذا المخلوق، ولم يكن في جزيرة العرب، ولم يكن معهودا بوجود هذا الحيوان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى العظيم في خلقته. فتوجه أبرهة إلى صوب مكة من اليمن إلى صوب مكة، ووقف على شرفات مكة، وقعد به المسير أن وقف في أرض ترعى فيها إبل جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، وكانت تناهز 300 من الإبل. فسمع عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى أبرهة الحبشي، فقال، وهنا بعض الطرائف أو بعض النكت العلمية التي نأخذها. فقدم عبد المطلب على النبي على أبرهة الحبشي فهابه أبرهة، فقال: أما والله قد أجللتك احتراما على مقدمك. قال: فما تريد؟ قال: أريد إبلي. قال: أريد استعادة إبلي، يريد أن يأخذ إبله لأن أبرهة قد حجزها. فقال له أبرهة: أما والله قد حبتك قادما، فلما رأيتك تطلب إبلك قد صغرت في عيني. فأمر القوم، فقال له أبو عبد المطلب، فقال: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، يعني الكعبة ومكة. فما كان من أبرهة إلا أن أمر جنده فأعطوه إبله. فرأوا أهل مكة هذا الجيش الذي لا قبل لهم به، فما كان منهم إلا أن صعدوا على جبال مكة شرفات مكة يرقبون ماذا سيفعل الله بهذا الغزو على مكة، وهو أول غزو على مكة من أبرهة الحبشي. فما كان من أبرهة إلا أن أقام الفيل وذهب به إلى صوب مكة، إلى صوب الكعبة، فبرك الفيل، فقاموا بجلده فلم يقم، فقاموا بجلده ثانية فلم يقم، فقاموا بجلده ثالثة فلم يقم. وأهل مكة حول الكعبة في أعالي الجبال يرقبون ماذا سيفعل الله في هذه الحادثة. فما كان من أبرهة استشاط غضبا من الفيل، ثم توجه به إلى ناحية الشام، فقام الفيل يركض، فقالوا لعله يريد هذه الطريقة، فأخذوا ثاني مرة الفيل وتوجهوا به إلى الكعبة، فقعد ولم يبرح مكانه. فقاموا مرة أخرى وتوجهوا به إلى ناحية طريق أهل اليمن، فقام يركض. فقاموا مرة أخرى وتوجهوا به إلى صوب الكعبة، فقعد مكانه ولم يبرح. فما كان إلا لحظات وإلا يرسل الله سبحانه وتعالى جندا من عنده، وهي طيرا أبابيل. قالوا بأنها طيور صغيرة سوداء تأتي في جماعات متفاوتة ومتفرقة، أتت وتحمل 3 حجرات، حجرين في يديها وحجر في منقارها. يقول أهل التفسير: فكانت ترمي على القوم فلا يسقط حجرا على شخص إلا هلك إلا مات. فوصفهم الله سبحانه وتعالى وصفا عجيبا، فقال ربنا:
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أي محمد. وهذه نعمة على قريش بأن لم يفنى البيت، وهذا مقدمة على مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، مقدمة بأن يحمي الله سبحانه وتعالى هذا البيت العظيم الذي حرم وتوعد كل من يعتدي على هذا البيت. فقال ربنا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذا سؤال استفهام، كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ من هم أصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم أي تآمرهم وعنادهم وكفرهم وإرادتهم إلى غزو الكعبة وهدمها حجرا حجرا، ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي جعل كيدهم في شتات متفرق. ذهب هذا الكيد سدى، وذهب الطريق الذي قطعوه من اليمن إلى مكة سدى، حماية من الله سبحانه وتعالى وردا لكيدهم على نحورهم. قال ربنا ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي في شتات، وأرسل عليهم طيرا أبابيل. هذه الطيور المجتمعة والتي تأتي في جماعات وتحمل 3 حجرات ترميها على القوم فيهلكون. يصف الله سبحانه وتعالى ترميهم بحجارة من سجيل. قال بعض المفسرين بأن الحجارة طبخت من نار، كأنها من نار، فلا تصيبهم إلا احترقوا. قال ربنا عن جثثهم وعن تمثيل عن صور موتهم، قال فجعلهم كعصف مأكول، أي كانوا بعد رمي الحجارة من الطيور الأبابيل عليهم كانوا كزرع هش قد مضغه الحيوان والبهاء، قد مضغته الحيوانات والبهائم ثم لفظته. كيف يكون حاله؟ باليا مهترئا قذرا هشيما. هذا كان حال موت جيش أبرهة في تلك الحادثة. هذه الحادثة لنا فيها بعض الوقفات. أولا، هذه حماية من الوقفات أن غزو الكعبة وحماية الله سبحانه وتعالى لبيته دليل على مقدم نبينا صلى الله عليه وسلم ومولده الشريف في ذلك العام، فصلى الله عليه وسلم حماية له ولأمته عليه الصلاة والسلام. كذلك بأن كيد الأعداء يقابله كيد الله سبحانه وتعالى، وكيده لا يرده كائد. قال ربنا في سورة الطارق وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. كما ورد في حديث أبي موسى في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، أي لم يدعه ولم يتركه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه ظالم وقد أمهله الله حتى يتوب ويرجع عن ظلمه. ثم قرأ نبينا صلى الله عليه وسلم وقوله سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أن الله عز وجل يمهل الظالمين، ولكن إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى، قوي شديد العقاب. وهذه بشارة بأن المؤمن والمؤمنين لا يحزنون في كيد الكفار والمنافقين، لأن كيد الله ومكره يسبق كيدهم ومكرهم. وهذا اطمئنان بأن الله سبحانه وتعالى حامي هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل. يحمي ربنا سبحانه وتعالى هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل. قال وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وكذلك من الأمور والفوائد التي نستفيد منها
بأن المؤمن لا يحزن وعليه أن يطمئن إذا تكالب عليه الأعداء. لماذا؟ لأن له رب سبحانه وتعالى لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، كل يوم هو في شأن، يدافع عن الذين آمنوا ولا يحب كل خوان كفور. هو ربنا سبحانه وتعالى القوي الشديد، شديد العقاب، وذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لشديد العقاب وغفور رحيم سبحانه وتعالى. والظالم لا يستمر ظلمه مدى الحياة، لأن الله يمهله، وإذا أمهله أخذه أخذ عزيز مقتدر. ومن هذا نطمئن بأن هذا الدين محمي منه سبحانه وتعالى، وأن هذا الدين دين سماوي لا يحتاج إلى حراسة في الأرض لكي يركن إليها. لماذا؟ لأن رب السماء يحرسه، وعليه فالمؤمن يطمئن. قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: ولا تهنوا، لما الصحابة خافوا وذعروا في غزوة أحد وكثرة المصاب وكثرة القتل، قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. لا تهن ولا تحزن. لماذا؟ لأنك أنت الأعلى إن كنت مؤمنا حقا. هذا هو ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نطمئن وأن نستبشر بأن هذا الدين له رب يحميه. وكذلك حماية الله سبحانه وتعالى مأخوذة وموكلة إلى أمر، وهو إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كما في سورة محمد، الذي يقول بأن هذا الدين محمي. نعم محمي، ولا يقوم بأي حماية له كعنصر بشري، ولا يقوم بواجبه، فهذا فرية عظيمة، وعليه فليحرص بأن هذا الإنسان أن يأثم وأن يكون قلبه قد أصابه ران من كثرة ذنوبه، لأن الموفق يكون من جند الله سبحانه وتعالى في أرضه. الموفق من استعمله الله في طاعته، والموفق والمسدد من استعمله الله للذب عن دينه وعن عرض رسوله صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين. هذا هو الموفق والمسدد، لأن الله أحبه، وإذا أحب الله قوما اختارهم لما هو طاعة وقربة لهم إلى أن يلقوه. هذا هو الدين العظيم. وأما قول أنا رب الإبل وللإبل رب وللبيت رب يحميه، ماذا كان ردة فعل أبرهة الحبشي؟ استعظم ورأى هيبة مقدم عبد المطلب، وقام له إجلالا واحتراما لهيبته، ظنا منه، أي أبرهة ظنا منه بأنه سيدافع عن البيت. وهذا الأمر الفطري، أن الإنسان يدافع عن معتقداته وعن مقدساته وعن قيمه وعن إيمانه. هذا هو المسلم، هذا هو المؤمن، بل هو هذه داعي الفطرة، لأن الفطرة بنيت على مقدسات وقيم وأخلاق ودين وعقيدة وإيمان وخلق. فمن كان لا يحمل في قلبه ذرة إيمان في الدفاع عن هذه الخطوط الحمراء فلا يسمى إنسانا. فما كان من أبرهة إلا أن استعظم مقدم عبد المطلب، فلما رأى طلب عبد المطلب على
شيئا من الدنيا قال أريد إبلي. قال أما والله، قال أما قد استعظمت مقدمك وقد طلبت هذا الطلب؟ فأمر جنده بأن يعطوه. فقال ظننتك أنك تحمي البيت. فقال له عبد المطلب أنا مقولته المشهورة أنا رب الإبل وللإبل وللبيت رب يحميه. هذه الكلمة لا تربي مؤمنا مجاهدا طائعا لله سبحانه وتعالى، وهي كما مقولة بنو إسرائيل لما قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. الإنسان الذي لا يدافع عن مقدساته ولا يدافع عن قيمه وعن دينه وعن خلقه، ماذا ستبقى في قلبه من جبال الغيرة؟ لا يبقى شيء في قلبه. قلب لا يغار قلب ميت، قلب لا يغار قلب ميت. وإنسان لا يحمل قيم ولا يحمل خلق ولا دين هو عبارة عن جثة هامدة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم مثل الحي والميت كمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره، في الصحيح. جثة هامدة، إنسان ميت لا يسمى ولا ينطبق عليه كون إنسان. وقلنا بأن الإنسان هو الذي يدافع عن مقدساته، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وربنا بين الدروس كذلك توعد بأن من يؤذي مقدساته وحماه المحرمة من البيت الحرام في مكة وفي المدينة وفي أي بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى على هذه البسيطة، وعلى مقدسات المسلمين وعلى قيمهم وعلى إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وعلى شعائرهم، والشعائر كثيرة، فالله عز وجل توعد له ولعنه في الدنيا والآخرة. الذين يؤذون الله ورسوله أعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الذين يؤذون الله ويؤذون الرسول ويؤذون المؤمنين توعدهم الله في الدنيا والآخرة، توعدهم الله في الدنيا والآخرة. وعليه فالإنسان حري بأن يحفظ لسانه. ونختم ما دار بين المنافقين مع بعضهم البعض في جيش العسرة أثناء المسير إلى تبوك. قال بعضهم والله ما رأينا مثل أصحاب محمد أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كنا يا رسول الله نستهزئ ونلعب ونضحك. فأنزل الله سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. انتهى الحكم. فعليه الإنسان أن يحفظ لسانه من كل سوء، وخاصة لو كان في شعيرة من شعائر الدين. حفظ الله ألسنتنا وأيدينا وجوارحنا عن كل سوء، ووفقنا الله للنطق بالحق والموت على الخير. فاصل أعزائي المشاهدين ثم نواصل. ورتل القرآن ترتيلا.
يقول الله تعالى في محكم تنزيله من سورة النحل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم والسنة النبوية هما محض احتياج المرء في كل أموره، في دينه وفي دنياه وحتى في آخرته. فالله سبحانه وتعالى لم يترك لنا شاردة ولا واردة إلا أوضحها لنا في القرآن الكريم أو في السنة النبوية. لكن نحن عامة الناس قد يصعب علينا فهم الآية أو يستشكل علينا معنى الحديث، وهنا يأتي دور العلماء الربانيون الذين هم ورثة الأنبياء، وعلى الهدى لمن استهدى أدلاؤه. فاسألوا أهل الذكر، برنامج أسبوعي نستقبل فيه أسئلتكم واستفساراتكم عن طريق الاتصالات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكل أموركم ومسائلكم الفقهية والحياتية وغيرها، مع كوكبة من علمائنا الأجلاء، فكونوا على الموعد. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطأطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. الأسرة تلعب دور كبير جدا في حفاظ وتوريث الهوية الإسلامية والوطنية بالتحديد أيضا لأبنائها. الهوية الإسلامية موجودة، ولكن للأسف الهوية الإريترية أو الهوية الوطنية أمست. إنما أصبح الطلاق الآن تحت مظلة الزواج، أصبح هناك طلاق داخل بيت الزوجية. الطلاق النفسي والطلاق العاطفي هو الأكثر انتشارا في الواقع الحالي مع الأسف الشديد. إنه المتطوع نفسه ما يكون فاهم رسالة الجمعية أو العمل التطوعي اللي هو بيشتغل فيه. الأسرة الإريترية في الخارج كيف تحافظ على نجاحها وسعادتها في ظل الغرب مثلا؟ أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. ورتل القرآن ترتيلا. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. كنا قد توقفنا في الحلقات الماضية
عن أحكام همزة الوصل وهمزة القطع. وفي هذه الحلقة سنقوم بمراجعة بعض من أحكام التجويد، ونقوم بتطبيقها على الورد الذي وصلنا إليه في قراءتنا لجزء تبارك. وكنا قد وصلنا إلى سورة المنافقون، أعاذنا الله وإياكم من صفاتهم. وسنقوم في هذه الحلقة بتطبيق أحكام النون الساكنة والميم الساكنة على هذه السورة الشريفة. وبدء سنقوم بقراءة السورة، ثم سنقوم بالتعليق على بعض أحكام النون الساكنة والميم الساكنة، ثم نأخذ تلاواتكم ونقوم بالتعليق عليها. نذكركم أعزائي المشاهدين بأن نستقبل تلاواتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة طيلة مدة البرنامج، أو على حساب شبكة سلام الفضائية في منصات التواصل الاجتماعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون.
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذه قراءتنا لسورة المنافقون، وسنعرض لكم بعض أحكام النون الساكنة والميم الساكنة سريعا، ثم نأخذ بعض التطبيقات لهذا الحكمين في سورة المنافقون والتعليق على بعض تلاواتكم. أحكام النون الساكنة كما سيظهر لكم. النون الساكنة قلنا سابقا بأنها كما يظهر بالشاشة هي الخالية من الحركة مثل من وعن، هذه النون الساكنة. وأما التنوين فهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الأسماء تنطق ولا تكتب، وهي عبارة عن الفتحتين أو الكسرتين أو الضمتين. أحكام النون الساكنة 4 أحكام. قلنا الإظهار وهو من البيان والوضوح، واصطلاحا هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر، وحروفه 6: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. إذا أتت هذه الحروف بعد النون الساكنة أعزائي المشاهدين أو بعد التنوين فتنطق كما هي بوضوح وسلاسة من غير إدغام أو إقلاب أو إخفاء. الحكم الثاني وهو حكم الإدغام، والإدغام لغة هو إدخال شيء في شيء، واصطلاحا التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. والإدغام ينقسم تحته إلى قسمين: قسم بغنة يغن أي بمقدار حركتين، وقسم بغير غنة وهما حرفان، حرف اللام والراء. وأما بغنة في كلمة ينمو، وأما جميعهم فهم 6 أحرف تجمعهم كلمة يرملون. الإقلاب لغة تحويل الشيء عن وضعه الطبيعي، واصطلاحا قلب النون الساكنة أو التنوين ميما عند الباء مع مراعاة الغنة والإخفاء، وهو حرف واحد وهو حرف الباء. الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين الإخفاء، ولغة الإخفاء هو الستر لكل شيء،
واصطلاحا هو النطق بالحرف بحالة وسط بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة. وحروفه 15 وقد جمعت في نظم البيت: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سمى، دم طيبا زد في تقى، ضع ظالما. هذه أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام الميم الساكنة والتنوين. الميم الساكنة هي الخالية من الحركة، مثل ما يظهر لكم في الشاشة أعزائي المشاهدين، هي الخالية من الحركة، ويكون عليها غالبا حركة السكون، مثل لم ومنكم ولا ولكم في آخر الكلمات. ولها 3 أحكام: الإخفاء والإضغام والإظهار. فالإخفاء يسمى إخفاء شفويا، ويسمى إخفاء شفويا لخروجه من الشفتين. ولغة الإخفاء الشفوي هو الستر. كيفية أدائه بتبعيض الميم، وذلك بترك فرجة بين الشفتين ومراعاة عدم انطباقهما مع بقاء الغنة. حرف الإخفاء أعزائي المشاهدين هو حرف الباء، هو حرف الباء. الإضغام ويسمى إضغاما كذلك شفويا لخروجه من الشفتين، وكذلك يسمى إضغام متماثلين صغير كامل الغنة. اصطلاحا التقاء حرف ساكن بحرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. وحرفه هو حرف واحد الإضغام، وهو حرف الميم. الإخفاء حرف الباء، والإضغام حرف الميم. وأما بقية الحروف الهجائية فهي من حكم الإظهار الشفوي، ويسمى إظهارا شفويا لخروج الميم الساكنة المظهرة من الشفتين. وحروفه 16، كل حروف الهجاء ما عدا حرف الباء وحرف الميم. ونأخذ هذا الحكمين ونطبقهما على سورة المنافقون. قوله سبحانه وتعالى: اتخذوا أيمانهم جنة. ولتفتحوا على سورة لو نعرض سورة المنافقون في الآية الثانية قوله سبحانه وتعالى: اتخذوا أيمانهم جنة. لاحظوا أعزائي المشاهدين، أيمانهم، الميم في أيمانهم ميم ساكنة، أتى بعدها حرف الجيم، وقلنا الجيم من حروف الإظهار. كيف تقرأ؟ نقرأها هكذا: اتخذوا أيمانهم جنة، هكذا تظهر. لماذا؟ لأن هي ميم ساكنة أتى بعدها حرف الجيم، والجيم من حروف الإظهار. وقوله سبحانه وتعالى بعده: جنة فصدوا جنة. لاحظوا أعزائي المشاهدين بالتنوين الواقعي في كلمة جنة، تنوين فتحتين، تنوين أتى بعده حرف الفاء، والفاء من حروف الإخفاء، كيف تنطق؟ تنطق جنة فصدوا. الحكم الآخر لننظر قوله سبحانه وتعالى في نفس الآية: عن سبيل الله. انظروا إلى النون، هذه النون هي نون ساكنة أتى بعدها حرف السين، والسين من حروف الإخفاء. كيف تنطق؟ عن سبيل الله. وفي نفس الآية انظروا إلى كلمة إنهم ساء. الميم في كلمة إنهم هي ميم ساكنة أتى بعدها حرف السين، والسين من حروف الإظهار الشفوي. كيف تنطق؟ إنهم ساء. تنطق كما هي بكل وضوح من غير إدغام أو إخفاء. ونأخذ الآية التي بعدها قوله سبحانه وتعالى: انظروا ذلك بأنهم آمنوا. الميم في كلمة بأنهم هي ميم ساكنة
أتت بعدها حرف أو أتت بعدها الهمزة، والهمزة من حروف الإظهار. الإظهار كيف تنطق؟ الإظهار الشفوي كيف تنطق؟ بأنهم آمنوا، بأنهم آمنوا، تنطق كما هي، بأنهم آمنوا، من غير إقلاب، من غير إدغام، من غير إخفاء. قوله سبحانه وتعالى في نفس الآية، قوله سبحانه وتعالى قلوبهم فهم، قلوبهم فهم. انظروا إلى كلمة آخر حرف في كلمة قلوبهم، ميم ساكنة أتى بعدها حرف الفاء، والفاء من حروف الإظهار الشفوي، تنطق فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، قلوبهم فهم، قلوبهم فهم. وهكذا في كلمة فهم لا يفقهون، فهم لا. الميم في كلمة فهم هي ميم ساكنة أتى بعدها حرف اللام، واللام من حروف الإظهار الشفوي. كيف تنطق؟ فهم لا يفقهون، ولا تنطق ولا تدغم ولا تدغم، فهم لا. لماذا؟ لأن الحرف من حروف الإظهار الشفوي. وقوله سبحانه وتعالى، لننظر أعزائي المشاهدين الآية التي بعدها، الآية الرابعة، وإذا رأيتهم تعجبك. الميم في نهاية كلمة رأيتهم هي ميم ساكنة كما يظهر أمامكم في الشاشة، والحرف حرف التاء، والتاء من حروف الإظهار الشفوي. كيف تقرأ؟ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. ولنأخذ كذلك في نفس الآية قوله سبحانه وتعالى، قول الحق أجسامهم وإن يقول أجسامهم وإن الميم التي في آخر كلمة أجسامهم هي ميم ساكنة أتى بعدها حرف الواو، والواو من حروف الإظهار الشفوي. كيف تقرأ؟ قوله أجسامهم وإن. ولعلنا نأخذ بعضا من مشاركاتكم أعزائي المشاهدين، ثم نواصل الحديث على تطبيق أحكام النون والميم الساكنة في سورة المنافقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. أحسنت، ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك، وصوت جميل، نفع الله بك وجعلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ولعلنا كذلك نأخذ مشاركة أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنهما الأفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيام يوم الدين يوم هم على النار يؤفكون ذوقوا فتنتكم هذا الذي يوم هم عن النار يؤفكون يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون. أحسنت، بارك الله فيك. نذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتعتع عليه وهو عليه شاق فله أجران. فله أجران. صدق نبينا صلى الله عليه وسلم: إن قرأت القرآن بكفاءة وبإتقان فأنت مع السفرة الكرام البررة، وإن قرأته وأنت تتعتع عليه ويشق عليك في إخراج مخارجه وصفات حروفه وأحكامه فلك أجران: أجر القراءة وأجر المشقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بارك الله فيكم. ونستقبل كذلك، نذكركم بأننا نستقبل تلاواتكم تباعا طيلة مدة البرنامج على الأرقام التي تظهر على الشاشة طيلة مدة البرنامج، أو على حساب شبكة سلام الفضائية في حسابات التواصل الاجتماعي. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن أعزائي المشاهدين، الذين هم أهل الله وخاصته، وهم أهل القرآن. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أعزائي المشاهدين، أدعكم في حفظ الله ورعايته إلى حلقة أخرى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا.